ولد محمد رمضان في كنف البسطاء، وشق طريقه بصعوبة نحو قمة النجومية. في سنوات قليلة تحول من شاب طموح يحلم بالنجاح إلى واحد من أكثر النجوم العرب شهرة وإثارة للجدل. لكن ومع كل كليب جديد أو عرض حي بدأ همس المعجبين والنقاد. كيف وصل بسرعة الصاروخ إلى هذا المجد والثروة؟ البعض يبتسم معللا إنها الثقة بالله والنجاح التي يرددها رمضان دائما، لكن آخرين يتهامسون بنبرة تحذير. هل عقد صفقة سرية؟ تصاعدت نظريات بأن هناك قوة خفية تدعم هذا الصعود الصاروخي، وفي قلب هذه النظريات برزت فكرة الماسونية والمتنورين. لم يكن محمد رمضان أول نجم تنسج حوله قصص بيع الروح للشيطان أو الانضمام لمحافل سرية لضمان المجد، لكن حالته بدت فريدة، فالإشارات والرموز بدت وكأنها تطارده في كل مكان. هل هذه مجرد مصادفات فنية أم رسائل خفية تشي بانتماء النجم إلى عالم غامض خلف الكواليس؟ ظهر محمد رمضان في أكثر من مناسبة وهو يغطي عينا واحدة بيده أو بطريقة لباسه. بالنسبة لمعجبيه قد تكون حركة عفوية أو لقطة تصويرية معتادة في عالم الفن والاستعراض، لكن في عيون هواة الغموض رمز العين الواحدة ليس مجرد حركة، إنه الشعار الكلاسيكي للماسونية والمتنورين. ذلك المثلث الذي تتوسطه عين على قمة الهرم رمز عين العناية الإلهية، طالما ارتبط بنظريات المؤامرة والهيمنة السرية. فكيف إذا ظهر ما يشبهه مع نجم بمكانة رمضان؟ لم تتوقف الإثارة هنا. انتشرت صورة غريبة على مواقع التواصل: محمد رمضان يرتدي قميصا أسود عليه شعار عين داخل مثلث، الشعار المعروف للحركة الماسونية. علق البعض بتهكم: حد عارف الشعار اللي هو لابسه ده؟ كده بقى كل شيء واضح. اشتعلت التعليقات والاتهامات، لكن الحقيقة جاءت مفاجئة. الصورة مفبركة بالكامل. تبين أن القميص الأصلي الذي ارتداه رمضان كان خاليا من ذلك الرمز، مجرد تصميم عادي لا أكثر. لقد صنع أحدهم الصورة المزيفة وأطلقها لتتغذى على شهية الجمهور للغرابة. المفارقة أن سرعة انتشار تلك الكذبة أكدت أمرا واحدا: هناك من يريد أن يصدق هذه الرواية الغامضة مهما كلف الأمر. فالناس متلهفون لتصديق أي دليل ولو مختلق يعزز فكرة ارتباط رمضان بالماسونية. لكن ماذا عن الإشارات الجسدية في الواقع؟ هنا أيضا رصد المتابعون المتشككون لرمضان إيماءات اعتبروها غير بريئة، مثلا لغة الجسد على المسرح، حركات أصابع أو إشارات باليدين تكررت في أكثر من عرض. البعض قال إنها علامات هرمية أو حركات ذات دلالات خاصة، رغم أنها قد تمر على الجمهور العادي دون انتباه. المشهد أشبه بلغز يفسره كل مشاهد على هواه، فمنهم من يراه أداء تمثيليا بحتا، ومنهم من يؤكد أنه يقوم بالتمرير الرسالة لمن يهمه الأمر عبر رمز هنا أو إشارة هناك. نحن الآن في مهرجان كوتشيلا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أحد أكبر المحافل الموسيقية في العالم. محمد رمضان يصنع التاريخ كأول فنان مصري يصعد على منصة هذا المهرجان العالمي والحماس في قمته. يعتلي رمضان المسرح هذه المرة بزي ذهبي لامع يأخذ الأنفاس، رداء ملوكي التصميم أشبه بدرع فرعوني حديث، وسروال أسود ضيق مزين بتطريزات دقيقة. المشهد بصريا مذهل، وكأن فرعونا من زمن قديم هبط إلى أرض الحدث في هيئة نجم بوب عصري. لكن كما جرت العادة جمال المشهد لم يحجب الجدل. على مواقع التواصل انقسم الناس إلى فريقين: فريق رأى الفخر في أن رمضان يقدم الحضارة المصرية القديمة بهذا الشكل العصري، وفريق آخر لم يرى سوى رموز شيطانية مبطنة تحت بريق الذهب. لنفكك الصورة: السترة الذهبية المطرزة التي ارتداها محمد رمضان احتوت نقوشا وأشكالا قال عنها المصمم إنها مستوحاة من رموز فرعونية قديمة، وخصوصا مفتاح الحياة عنخ الذي يمثل الخلود في الحضارة المصرية. المصممة التي وقفت وراء هذا الزي خرجت عن صمتها لتوضح الحقيقة. كتبت على حسابها: قطعة فنية مصنوعة يدويا من الخرز، مستوحاة من رموز مصرية قديمة ومفتاح الحياة، موضحة أن التصميم استغرق مئات الساعات وآلاف الخرزات ليخرج بهذا الشكل الفريد. ولكن رغم هذا التوضيح الفني الجدل لم يهدأ. أشار البعض إلى أن مفتاح الحياة الفرعوني ذاته ربما حرف مقصودة. ألم يكن رمز الصليب المقلوب أو رموز أخرى قابلة للتأويل الشرير؟ بعضهم قال إن النقوش على البدلة شكلت رموزا هرمية أو نجوما خماسية مخفية للعين المجردة. آخرون ركزوا على الحركات المسرحية التي قام بها رمضان أثناء ارتدائه الزي. هل كانت طريقة مد ذراعيه أو انحناءاته على المسرح جزءا من عرض فني بريء، أم أنها بدت أشبه بطقوس تقديس غامضة تذكر بأجواء المحافل السرية؟ التساؤلات زادت احتداما عندما انتشرت مقاطع تقارن بين حركات رمضان في الحفل وبين إيماءات معروفة للمتنورين. هكذا تحول الحدث الذي كان يفترض أن يكون لحظة انتصار فنية إلى حلقة جديدة في مسلسل نظريات المؤامرة المحيط به. ولم يقف الأمر هنا، فالجدل حول إطلالة كوتشيلا لم يكن فقط من نصيب مفسري الرموز. في وطنه الأم مصر ثار جدل من نوع آخر تماما. اعتبر البعض أن تلك البدلة نفسها غير لائقة أخلاقيا. وصل الأمر إلى تقديم بلاغات للنائب العام تتهم محمد رمضان بارتداء ملابس خادشة تشبه بدلة الراقصات سائر التقاليد. المفارقة الساخرة هنا أن رمضان وجد نفسه متهما على جبهتين متناقضتين، واحدة تتهمه بالانتماء للشيطان، وأخرى تتهمه بإهانة الفضيلة. قد يكون المشهد مختلفا، لكن النتيجة واحدة: محمد رمضان مجددا في قلب
قلب العاصفة مع نهاية عام 2023، وهذه المرة من غرب إفريقيا. في حفلة قرعة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في كوت ديفوار، وقف رمضان على المسرح مغنياً إلى جانب نجوم عالميين من بينهم المطربة النيجيرية يامي ألادي. ارتدى رمضان في الكواليس سترة جلدية سوداء أنيقة ظهرها مزين بشكل بارز برمز تطريزي كبير، ومع انتشار صور الحفل تركزت الأنظار على ذلك التطريز. عين بشرية داخل مثلث واضحة للعيان على ظهر محمد رمضان، إنها ذاتها العين التي ترى كل شيء، الرمز الذي لطالما ربط بالماسونية والمتنورين. جاء توقيت هذه الإطلالة حساساً للغاية. المنطقة العربية كانت تغلي بالأحداث حينها، وتحديداً العدوان على غزة في أواخر 2023، والجماهير العربية مشحونة بالعواطف. فكيف يظهر نجم بحجم رمضان مرتدياً رمزاً يربطه الكثيرون بالماسونية بينما أطفال العرب يقتلون يومياً؟ اشتعلت وسائل التواصل بالانتقادات اللاذعة. جاءت تعليقات غاضبة من شتى البلدان تتهمه صراحة بالترويج للماسونية بشكل علني وغبي. قال البعض: أنت إنسان ما بتستحي، أطفال غزة عم بتموت وأخونا مشغول يستعرض بالرموز. ارتبط الأمر في أذهانهم بعدم احترام مشاعر الأمة أكثر منه مؤامرة سرية فقط. أصبح رمز العين على سترته شرارة أشعلت ناراً تجمع بين غضب سياسي وديني وبين هوس نظرية المؤامرة. وسط هذه العاصفة كان لابد من رد، وجاء الرد سريعاً من محمود رمضان شقيق محمد رمضان ومدير أعماله. حاول محمود تهدئة النار المشتعلة عبر تصريح نشرته الصحافة يشرح فيه الأمر من وجهة نظرهم. قال ببساطة: إن العين دي من أيام الفراعنة، وإحنا مسلمين وموحدين بالله ومصريين جداً، مؤكداً أن لا علاقة لشقيقه بأي شعارات ماسونية، وأن ارتداءه لهذا الرمز كان بنية تمجيد الحضارة المصرية القديمة لا أكثر. ثم أضاف دفاعاً مهماً: أسرة محمد رمضان تبرعت وتدعم غزة بالفعل في محنتها. 2020 ظهر محمد رمضان في إعلان ترويجي لصالح شركة اتصالات عربية كبرى خلال موسم الأعياد. الإعلان بعنوان افتحوا الأبواب جاء مبهجاً ومفعماً بالأمل، فيه أطفال يمرحون وزينة أعياد وألحان مرحة. للوهلة الأولى كان مجرد إعلان احتفالي آخر، لكن دقائق بعد إطلاقه كان هناك من يعيد المشاهدة بتمهل شديد. هناك شيء مريب يتوارى خلف البهجة الظاهرة. نعم، إنها الرموز مجدداً. يقول أصحاب نظرية المؤامرة إن إعلان زين 2020 مع محمد رمضان لم يكن بريئاً تماماً، فقد احتوى على ومضات بصرية تحمل دلالات مخفية. توقف المشاهدون المشككون عند كل تفصيلة. أرضية شطرنجية بالأبيض والأسود ظهرت في خلفية أحد المشاهد، وهذه بالنسبة لهم ليست مجرد ديكور، بل هي علامة مميزة لمحافل الماسونيين حيث ترمز لتداخل النور والظلام. ثم تلك الرقصة الجماعية التي قام بها المشاركون والتي في نظر البعض بدت أشبه بطقوس مرتبة. ولم يكن هذا كل شيء. رأس ماعز أسود بقرون رمز بافوميت الشيطاني الشهير ظهر كرسم سريع خاطف ضمن المشاهد، بالإضافة إلى رقم شيطاني هو 666 يزعم أنه انسل في إحدى اللقطات البرقية. كلها تفاصيل مرعبة بالنسبة لمن يؤمن بأن لا شيء يأتي مصادفة. بلمح البصر تحول إعلان يفترض أنه ينشر الفرح إلى مادة دسمة للتحليلات السوداء. مقاطع فيديو انتشرت تفكك الإعلان إطاراً بإطار وتعيد تركيب لغزه. هل كان رمضان يرسل رسالة ولاء لجهات خفية عبر هذا الإعلان؟ أم أن المخرج هو من دس تلك الرموز دون علم النجم حتى؟ أسئلة لا جواب قاطع لها. شركة الاتصالات التزمت الصمت وكأنها لم تشاهد تلك التأويلات، ومحمد رمضان نفسه لم يعلق مطلقاً على هذه العاصفة الرمزية. في نهاية المطاف نجد أنفسنا أمام حكاية ذات وجهين. محمد رمضان، ذلك الفنان الموهوب الذي أسر قلوب الملايين، يجد نفسه أيضاً بطلاً لقصة موازية من الغموض والتأويلات. بين كل إنجاز فني وخطوة ناجحة له، ظل هناك دائماً ظل يلاحقه في الخلفية على شكل عين غامضة أو مثلث مريب أو همسة عن محفل سري. فهل نحن أمام مجرد مصادفات غريبة تلاحق نجماً أحب كسر التقاليد والظهور بكل ما هو غير مألوف؟ أم أن هناك حبكة خفية فعلاً ونقاطاً لو وصلت بعضها ببعض لأعطتنا صورة أوضح لانتماء غير معلن؟ أنا كنت مأجل الرد لأن كنت مركز في الحفلة التانية في كوتشيلا، الحفلة اللي شايل فيها اسمي واسم بلدي واسم جمهوري اللي في ظهري من أول يوم. جمهوري اللي حافظني وكبرت قدام عينه عارف إن محمد رمضان عمره ما لبس واحدة ست لا في فيلم ولا في مسلسل، مع كامل احترامي للفنانين اللي عملوا. جمهوري اللي حافظني عارف إن محمد رمضان لبس حلق في فيلم وكليب، ولكن في الحقيقة عمره ما لبس حلق ولا عمره هيلبس حلق. جمهوري اللي حافظني وكبرت قدام عينه عارف ان اكيد الاوتفيت الاولاني في الحفله الاولى محمد رمضان ما يقصدش انه يطلع بالشكل اللي اترجم بيه على السوشيال ميديا. احنا كان الغرض انها تبقى حاجه فرعوني. فريده كتر خيرها يمكن ما كانش معاها جنيهات كفايه، بتاع طلع قصير شويه، ولكن اكيد محمد رمضان اللي احنا حافظينه ما يقصدش